يلا بينا نفطر مع بعض. هجيب عيش ربع رغيف بس، وعملت تحضيرات اسبوع جديده. قريش بالنعناع والزيتون، يعني ضرباها مع الزيتون كده في محضره الطعام، بجد خطيره. والنعناع الفريش ده بيخليني كده لما بفطر وباكله كاني قاعده في حديقه كده. بيبقى طعمه فريش وجميل جدا. اول حاجه هجيب العيش بتاعي كده، واخد شويه ورق نعناع، انا بحب طعمه جدا. وبعدين ده كده بيض او صفار بيض بس. انتوا مش غرب بصراحة، هو انا كنت مستخدمة بياض بيض في وصفة صورتها ليكو، هتنزل قريب ان شاء الله. اتبقى الصفار بس، طبعا مش هنرميه يعني، سويته عادي وحطيته في علبة وقلت افطر بيه الصبح. احطه كده على الجبنة القريش اللي بالزيتون والنعناع. القريش بالنعناع الفريش هتبقى كأنها صوص كده للبيض، هتدي طعم جميل كده. وتاخدوا بالكم البيض شكله اصفر قوي لان هو اغلبه صفار. وده كده ساندوتش الجبنه القريش بالبيض، هحطه في الميكرويف 30 ثانيه، كل حاجه كده تسخن مع بعض. فقرتي المفضله معلقتين قهوه كده حلوين، بحب اشرب القهوه بن غامق ساده. قطع النار واجيلكم. وكده الساندوتش سخن. بصوا جهزت سلطه حمص، كنت قلت لكم ان الفيديو اللي فات ان سلطه الحمص خلصت. سلطه الحمص انا بحب اعملها بنكهتين، دي سلطه حمص عاديه ودي سلطه حمص ضربه معاها بنجر مشوي. فسلطه الحمص بالبنجر بحبها اكتر من سلطه الحمص العاديه، بتبقى جميله جدا. هاخد منها كده معلقتين، يعني بيبقى طعمها جميل قوي في الفطور. معلقه وكمان معلقه. شرط ابدا ان احنا نكون عايزين نخسر وزن علشان ناكل اكل يفيد صحتنا، ده هيلثي لايف ستايل علشان صحتنا بس، مش عشان اي حاجه تانية. ودي كده سلطه الاسبوع، شاركت طريقتها قبل كده معاكم. ده سلطه خضار مشوي، انا بحبها جدا، يعني بتبقى عباره عن فلفل مشوي الوان وجزر وحمص. الخضار لما بيتشوي بيدي طعم جميل جدا للسلطه، يعني انا ما بحسش ان انا باكل سلطه بجد، يعني من كتر ما الخضار ريحته حلوه. وانتوا اصلا مجرد ما تفتحوا العلبه هتلاقوا ريحه الخضار تحفه. وطبعا مش حاطه عليه دريسنج. الدريسنج بقى بتاع السلطه بحطه في علبه لوحده كده عشان السلطه تفضل فريش طول الاسبوع. ده عباره عن خل تفاح وماسترد، بحط منه شويه كده، وملح وفلفل اسود ونعناع فريش. بجد الدريسنج ده من احلى دريسنج السلطات، حلو لدرجه ان احنا ممكن نعمل بيه تتبيله فراخ. كده شكل الطبق بتاعي. ناقصه حاجه مهمه جدا. رشه حبه البركه على سلطه الحمص، ريحه ولون تبقى جميله كده. الفطار يبقى فيه الوان كتير. فايده بقى تحضيرات الاسبوع ان انتوا بتجهزوا وجبه فطار الصبح حرفيا في 5 دقايق، بتسخنوا كل حاجه بس، مش بتقطعوا بقى خضار ولا بتجهزوا حلويات ولا اي حاجه، يعني كل حاجه جاهزه. القهوه الجميله بتاعتنا، احلى لحظه في اليوم. الفطار بتاعي النهارده والحاجه الحلوه بتاعتي. مش تعملوا لي فولو عشان هشارك معاكم فطاري دايما، ازاي ناكل فطار لو كارب ويبقى مليان الوان ويكون طعمه بجد خطير، احلى بكتير بكتير من الساندوتش اللي احنا بنعمله الصبح. يعني نظام حياه صحي، يعني بجد اكل حلو وطعمه حلو.